السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. حلقتنا اليوم بنتكلم على الوضوء، كيف أن الوضوء علاج لأمراض الجلد والتهابات العين. ذكرنا الحديث النبوي الذي أخبرنا فيه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن الوضوء والاغتسال والصلاة 5 مرات كل يوم هو تنظيف للجسم تماما وتنقيته من كل القاذورات، فلم يبقى شيء على جلد الإنسان، وهكذا يكون. فالوضوء وغسل أعضاء الوضوء وقاية من أمراض الجلد والسرطان، وينشط الدورة الدموية للجسم بتدليك أعضاء الوضوء، كما يفعل الاغتسال بالماء أيضا ذلك. فالأجزاء الظاهرة من الجسم معرضة للشمس والتراب والهواء، مما يجعلها عرضة لأمراض جلدية كثيرة قد تهلك الإنسان. ويعتبر غسل هذه الأعضاء الظاهرة تطيبا لها، ومسحا لما تعلق بها من أتربة وأشعة من الشمس. أشعة الشمس قد تؤثر على الجلد وحيويته، ويمنع الميكروبات الضارة في إصابة الجلد بأي أمراض، حيث يزيل الإفرازات الضارة والروائح الكريهة. وبالتالي أعزائي المشاهدين، فالوضوء وقاية وعلاج أيضا، فهو يقلل حدوث أمراض سرطان الجلد. وقد لوحظ أن الإصابة بسرطان الجلد غير منتشرة في الدول الإسلامية، وخاصة بين الملتزمين بأداء الصلاة، بعكس الدول الأوروبية وغير المسلمة. وقد أثبتت الأبحاث العلمية الطبية مؤخرا أن الماء النظيف المستخدم في الوضوء 5 مرات يوميا يجعل العين لا تصاب بأي التهابات نتيجة تعرضها للتراب والشمس والهواء الذي يتعرض له الإنسان يوميا. رأيتم كيف أن الوضوء مهم جدا جدا لأمراض الجلد والتهابات العين؟ كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. للتواصل رجاء الاتصال على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.